يا مساء الفل عليكم. النهارده عندنا يوم كروي جميل من الأيام اللي أنا باحبها. أنا باحب يوم السبت. يوم السبت ده بالنسبة لي كورة بقى وماتشات وبره مصر وجوه مصر والدنيا، فأنا باحب باتسحل مع الكورة. يعني نمسك ماتش الزمالك الساعة 5، بعديه تشيلسي وليفربول 7:30، الأهلي يبدأ 8، ريال مدريد 10، وإن شاء الله ريال مدريد يخسر. أنا راجل باشجع برشلونة، فأكيد باتفرج على ريال مدريد وباتمنى إن هو يخسر دايمًا. فالنهارده يوم حلو كده بإذن الله، ويبقى يوم جميل علينا كلنا، والناس اللي بتحب الكورة تستمتع، والناس اللي ما بتحبش الكورة الله يكون في عونها، لأن النهارده يوم مقفول كورة. بس يعني أنا قلت 4 ماتشات مهمة نقدر نتابعها. في ماتشات كتير جدا، دوري انجليزي كتير ودوري الماني واسباني والدنيا ايه جميله، والدوري المصري، فاحنا ان شاء الله عندنا يوم جميل حلو لذيذ. قبل ما نتكلم في الماتشات الاهلي والزمالك بالذات تحديدا، يعني عايز أعلّق على الخناقة اللي دايرة في موضوع منتخب الشباب وحمادة أنور ومشيّلينه الإنذار السادس وهو الأزمة، وناس بتهاجم حمادة أنور، ناس بتدافع عنه. بعيدًا عن، أنا باقول أهو بصراحةً، كابتن حمادة أنور صاحبي، ودفاعي عليه مش هيبقى دفاع، أنا هاحاول أدافع على منطق، وهاتكلم من وجهة نظري أنا. أنا أقسم بالله لا اتكلمت معاه في التليفون من قبل كأس العالم، ولكن أنا باكِن ليه كل احترام وتقدير، أخويا الكبير. آآ اتعاملت معاه كتير في الزمالك وبرّه الزمالك وفي اتحاد الكورة. فالكابتن أحمد أنور من الكوادر الإدارية المهمة جدًا، جدًا في الكورة في مصر بجد. كادر إداري محترم، كادر إداري عنده خبرة. الناس بقى بدأت تهاجمه، أصل هو اللي خد الإنذار السادس، هو أنت إيه، أنت هتطلّعنا من البطولة. تعالَ كده بس نرجع بقى كده إيه، ناخدها واحدة، واحدة. لو احنا خرجنا من البطولة بسبب الانذار السادس، فبدل ما هاجم حمادة انور هاجم الستة اللي خدوا انذارات، اللعيبة وحمادة انور. لان اللعيب، في لعيب خد انذار فاول، خد انذار، بس في خد انذار اعتراض، خد انذار تيشيرت، خد انذار ملوش لازمة. يبقى لو هحاسب الستة، مش هحاسب حمادة انور بس، مش شايله الليلة لوحده. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو حمادة انور لما خد الانذار خده عشان كان داخل بموتوسيكل الملعب مثلا؟ يعني هو كان ماشي ففجأة أنا هاخد إنذار؟ ولا أكيد إنذار مثلا اعتراض على حكم على حاجة عشان خاطر المنتخب، حماس، حاجة كده حاجة. ما هو أكيد الإنذار اللي ياخده إداري أو مدير فني هيبقى اعتراض على حكم، على قرار، مش إنذار دلع. مش مثلا كان الماتش شغال وهو راح جاري في وسط الماتش وراح قلع التيشيرت فالحكم راح مديله إنذار. يعني انت الناس اللي بتهاجم ده، هو حماد أنور خد الإنذار ليه؟ والخمسة اللي خدوا انذارات قبلها انذارات منطقية، هل كلهم هيشيلوا الليلة ولا واحد بس؟ دي نقطة. النقطة التانية، انت عندك، انت فرقت معاك في الانذار في تاني وتالت. طب ما قبل ما تتكلم بقى في انذارات وفي اداري، ما تتكلم في كورة. احنا ما قدمناش كورة. انت جايب جون في الدقيقة 94 من فاول هو اللي دخلك الحسبة وخلى عندك امل، وبدأت تتكلم في الكورة بقى وتتكلم في الانذار وحمادة انور ومش حمادة انور. ما تتكلم ان احنا اتغلبنا من نيوزيلندا، اتغلبنا من اليابان، ما عملناش اعداد قوي. كان في عندنا بطوله هنا دوليه وديه من كام شهر في هنا في مصر، والمنتخب ما رضيش يشارك فيها عشان الكابتن اسامه نبيه، والكابتن عندي على الصفحه وصاحبي على فكره وصديقي، بس انا برضو وما اتكلمتش معاه فيها. بس الكابتن اسامه نبيه رفض يلعب البطوله دي. ما اعرفش ليه. انت كان عندك هنا كولومبيا، كان عندك البرازيل، كان عندك السعوديه، كان عندك كوريا، كان عندك، انت كان عندك 7 8 منتخبات. العب براحتك وجايين لك ببلاش، العب براحتك يا باشا. وتجارب كنت خايف؟ انا اسف يعني. فانت ما عملتش اعداد قوي، ما عملتش ماتشات قويه، ما قدمتش جمله، ما فيش لعيب ظهر في البطوله. يعني احنا متعودين كل بطوله كاس عالم للشباب، مش متعودين ناخد ميداليات، مش متعودين ناخد انجازات، بس متعودين ان يطلع لنا في البطوله دي وائل رياض شيتوس، يطلع لنا في البطوله دي محمد اليماني، يطلع لنا في البطوله دي احمد متعب، يطلع لنا في البطوله دي عمرو زكي، ويكمل معانا. انت قول لي بقى البطوله دي طلعت مين؟ طب عملت ماتش ايه؟ طب عملت كرة ايه؟ انت ما عملتش حاجه. انت الحاجه الوحيده اللي اتعملت الجون بتاع عمر خضر في الدقيقه 94، عشان ده كان جون دخلنا الحسابات تاني فجاه. فيا جماعه قبل ما تتكلموا، لو انتوا بتتكلموا بقى الناس تفهم كوره،
قبل ما تتكلموا في موضوع حمادة أنور وهو السبب وهو غلطة وإزاي إداري إزاي ده يعمل كده، قبل ما تتكلموا في الموضوع ده لأ، تعالوا اتكلموا في الحاجات النقط اللي إحنا اتكلمنا فيها دي فنيًا، ونشوف المنتخب ونتحاسب بقى إيه بما يرضي الله، لو هنتحاسب نتحاسب بما يرضي الله، والناس كلها تتحاسب مش واحد بس، وإن شاء الله نصعد وما نحتاجش للعك ده، بس أنا حبيت أوجه رسالة للي بينتقدوا حمادة أنور. أنا آسف يا كابتن حمادة، أنا باقول حمادة أنور أنت أخويا الكبير ما باقولش كابتن. طبعًا مقامك محفوظ، بس الناس اللي بتهاجم حمادة أنور يا ريت تخليكم منطقيين شوية. هو لو غلطان غلطة، يعني هاقول لك حاجة، لو هو غلطان غلطة في صميم عمله، كان عنده ماتش ودي واتلغى قبلها، كان عنده حاجة في المعسكر، كان حصل خلل، كان حصل حاجة إدارية، مشكلة، الفرقة نزلت من غير لبس، التيشيرتات، الشرابات، مش عارف إيه الكلام ده كله، باقول لك تعظيم سلام، حمادة أنور يشيلها لوحده، ده شغله. وانا اول واحد كنت بنتقده وهو في الزمالك على فكره، وبدايه معرفتي بيه كانت على مشاكل. وانت اللي بتقول ده صح، لا اللي بتقوله ده غلط، لا انت بتسرب اخبار، لا انت بتقول، لا انت عملت شغلك صح، لا كان في شد وجذب كتير بيني وبينه. تمام. فدي نقطه منتخب الشباب. ماتش الاهلي والزمالك كده سريعا عشان نخش بقى في معمعة الماتشات ونتفرج ونتبسط. الزمالك بيغيب عنه 4 لعيبه بمقام 9 من اللي غايبين في الاهلي. طبعا الناس بقى هتنتقد وهتتقطع وهتشتم براحتكم، بس انا هقولها لك بمنطقي انا، بوجهة نظري انا واللي ما بفرضهاش على حد. الاربع غيابات اللي في الزمالك عن ماتش النهارده هو عبد الله السعيد وعدي الدباغ ومحمد شحاته وناصر منسي. التسع غيابات اللي في الاهلي تريزيجيه وكريم فؤاد واشرف داري شكري امام عاشور جراديشار احمد رضا احمد عبدين محمد عبد الله. الغيابات هنا وهنا طبعا لاسباب مختلفه، ما بين فني وما بين انذارات وما بين طبي وما بين في كله. ليه انا بقول ان الاربعه دول قد التسعه دول؟ لان الاربعه دول السكواد بتاع الزمالك قليل، والكواليتي اللي فيه مش كواليتي عالي قوي، يعني ما تقدرش النهارده انت عندك تريزيجيه غايب في الاهلي، في بديل موجود اشرف بن شرقي، موجود زيزو، موجود بن رمضان، اشرف داري غايب، في ياسين مرعي، في اللي يعوضه. ففرقه الاهلي التسعه دول رغم ان هم طبعا هم نجوم، التسعه والاربعه نجوم مع احترامي ليهم كلهم، مش بقلل من حد، ولكن انا شايف ان الغيابات يعني عبد الله السعيد غايب في الزمالك ازمه فنيه، عدي الدباغ وناصر منسي غايبين ازمه فنيه كبيره، مفيش هجوم، مع احترامي لعمرو ناصر، مع احترامي لسيف الجزيري، ولكن حرفيا هو من اول الموسم اعتماد على عدي الدباغ وبديله ناصر منسي، بينزل عمرو ناصر في اوقات قليله، لما الاثنين الاساسي والاحتياطي مش موجودين يبقى انت عندك مشكله. سيف الجزيري جاي لك من بعيد من بعيد قوي، انت اصلا كنت مستبعده من حساباتك وقلت ده مش هيلعب معايا، وقلت فانت مستبعده. فالاربع غيابات دول محمد شحاته طبعا في نص الملعب غيابه مأثر قوي، فانت الاربع غيابات دول ما لهمش بديل في الزمالك، او البدايل بتاعتهم قليله في الزمالك، فتاثيرهم هيبقى باين قوي عكس التسعه اللي في الاهلي. يعني يمكن انا شايف ان في الاهلي الغياب الوحيد المؤثر يمكن جرادي شار، وتأثيره إن مفيش بديل لمحمد شريف كمان، يعني مش تأثيره إن أنت مش لاقي حد تلعب مكانه، يعني عبد الله السعيد وعدي الدباغ ناصر منسي بتحاول تشوف لهم بدائل تلعب بيهم. جراديشار هو أصلا بديل، فعادي هتتزنق في محمد شريف مش موفق أو لا قدر الله إصابة أو لا قدر الله بعد الشر أي حاجة، هتلعب طاهر مهاجم، هتطلع بن شرقي مهاجم، هتطلع زيزو مهاجم، هتطلع اي حد هيقوم بدور المهاجم، هتلعب بمهاجم وهمي، هتلاقي لها مليون حل. عندك المفاتيح اللي تخليك تعمل كده. في الزمالك الوضع صعب، عشان كده بقول ان الاربعه اهم من التسعه، او غياب الاربعه مؤثر اكتر من التسعه، او غياب الاربعه اقوى من التسعه. نتمنى التوفيق للزمالك ونتمنى التوفيق للاهلي ونتمنى ماتشات كويسه ونتمنى سبت كروي ممتاز جميل، وإن شاء الله نلتقي بين الماتشات بعد الماتشات حسب ما يبقى مودنا كده، لو استمتعنا كورة هنظهر كتير إن شاء الله بإذن الله.